بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. لو حضرتك طالب، لو حضرتك مدرس، لو حضرتك موظف وحابب تطور من مهاراتك وحابب تتعلم الكتابة على الوورد من الصفر حتى الاحتراف بكل أسرارها، يبقى أنت في المكان الصح. دورة إن شاء الله هتكون من حوالي 15 أو 20 حلقة حسب تسهيل ربنا، هنحاول ننجز فيها وننزلها على طول. هتبقى ملم بعد الدورة بكل أسرار الكتابة على الوورد، ودي أصبحت من ضروريات الحياة أيا كان مكانك، سواء كنت موظف أو كنت بتدرس. وممكن تكون مصدر رزق لحضرتك، تكتب أبحاث علمية وحاجات زي كده وتحقق منها عائد أو دخل. كن معاك خطوة بخطوة من البداية. هعلم حضرتك ازاي تكتب بسرعة لدرجة انك ممكن تكتب 50 و55 كلمة في الدقيقة الواحدة وانت معصوب الى يمين. هعلم حضرتك كل اسرار الوورد. لو حضرتك بتكتب ايات قرآنية وحابب تشكلها، ازاي تقدر تستخرج التشكيل، الفتحة والضمة والكسرة والتنوين، فتحتين وكسرتين وضمتين، والتشديد والهمزات بجميع انواعها. حاجات ممكن ما تخطرش على بالك أو ممكن تكون في بالك بتدور عليها ما انتش لاقيها. كل أسرار الوورد هتلاقيها في الدورة ديت. فيلا بينا نبدأ على بركة الله. أنا فضلت إن احنا نشرح الدورة ديت على مايكروسوفت وورد 2010، لأنه الإكس بي و2003 و2007 كان دايما فيهم حاجات ناقصة وكان فيهم تحديثات. أنا شايف من وجهة نظري إنه 2010 واللي بعده تقريبا مفيش أي تحديثات تذكر. يعني اللي يشتغل على 2010 هيبقى عنده كل اللي هو محتاجه في البرنامج، زيه زي 2013 و17 و21 و24، مفيش أي مشاكل. وكمان أنا شايف إن القوائم بتاعته والشكل بتاعه أفضل وأحسن كمان. يعني من وجهة نظري وورد 2010 هو أفضل الإصدارات في القديم وفي الجديد. فلو حضرتك هتتابع معايا الدورة وهتشتغل بعد كده على 21 أو 24 ما فيهاش أي مشكلة خالص ومش هتحس بأي فروقات. طيب، أنا اخترت كمان إنه يكون عربي بما إننا عرب وإحنا بنحب اللغة بتاعتنا وبنعتز بيها. ولو حضرتك حابب تتعلم عليه إنجليزي برضه مش هتحس بفروقات تذكر، لأن القوائم بسيطة وسهل إن أنت تتعرف عليها مع الممارسة. يلا بينا نبدأ على بركة الله. لكن قبل البداية يا ريت دعمكم باللايك وكومنت لو حضرتك عندك سؤال أو حابب تعلق على أي حاجة أو ليك أي ملحوظة، وشير الفيديو عشان الكل يستفيد. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. أول ما نبدأ خالص لازم نستعد للعمل اللي احنا داخلين عليه. أي عمرو ربيع هو احنا هنحارب؟ لا، مش هنحارب، بس لما أكون مستعد للعمل بيكون أداؤه أفضل وأحسن. طب هنستعد ده كتاب على الكمبيوتر، هو يعني كيمياء؟ لا، الموضوع مش كده. الاستعداد والتمهيد والترتيب لأي عمل مهما كان بسيط بيخليك تنجزه بحب، بيخليك تنجزه بسرعة، بيفرق معاك. طيب، هنستعد ازاي للكتابة على الوورد؟ أول نصيحة بقدمها لحضرتك الجلسة المعتدلة. حضرتك تكون قاعد على كرسي اللي هو الكيبورد قدامك في أسفل منتصف الصدر. ليه بقى؟ لأنه لو وطيت عن كده هتضطر تتكفي عليها بوشك لقدام، فده هيأثر على الرقبة والظهر. طب لو عليت وبقت مثلا في نص الصدر، ايديك هتخدل لان ايديك هتكون في العالي. طبعا حضرتك هتكتب يعني هتقعد فترات طويلة، فلازم تكون مستريح في القعدة، يكون ظهرك معتدل، ما تكونش موطي لقدام وما تكونش ايديك في العالي عشان لا اكتافك ولا رقبتك ولا ظهرك ولا ايديك تخدل. طيب، عرفنا الجلسة المعتدلة. هنيجي بعد كده لأول حاجة في الدرس بتاعنا وفي الكورس بتاعنا، وهي إن أنا لازم أعرف أسماء أصابع اليدين، علشان كل صباع من أصابع اليد له أزرار أو له مفاتيح على الكيبورد هيتحرك فيها، ما ينفعش صباع تاني يخش مكانه. كل صباع له مهام هو اللي هينجزها لوحده، ما ينفعش صباع يخش مكان صباع. علشان تقدر تكتب تاتش وبسرعة وانت معصوب العينين لازم تطبق الخطوات ديت. وفي نهاية كل حلقة هيبقى فيه واجب أو تمرين حضرتك تتمرن عليه وتطبق عليها علشان تبقى ماشي معايا خطوة بخطوة، وفي نهاية الكورس تكون
بتكتب بشكل احترافي وبشكل كأنك اتعلمتها من سنين طويلة. طيب تعالوا نبص على الصورة دي مع بعض كده. ادي اليد اليمين ودي الشمال، 5 أصابع و5 أصابع. هنحفظ أسامي الأصابع ديت علشان زي ما قلت لحضراتكم كل صباع له أزرار، مش هيروح لحاجة تانية غيرها. ما ينفعش صباع يحل محل صباع تاني. كل صباع هيكون له في الكيبورد، لما نيجي نتعرف على الكيبورد كمان شوية، في صف ارتكاز وصف أعلى الارتكاز وصف أسفل صف الارتكاز، 3 صفوف. فكل صباع من الأصابع هيكون له أزرار في صف الارتكاز اللي إيدك هتنزل عليه في البداية لما بتيجي تكتب، وهيكون له أزرار في الصف الأعلى صف الارتكاز اللي فوق، وهيكون له أزرار نفس الصباع برضه هو هيكون له أزرار في الصف الأسفل اللي هو تحت صف الارتكاز. طيب نتعرف على الأصابع كده. ده اسمه الخنصر الصغير ده يا حضرات، بعدين البنصر، بعدين الوسطى، بعدين السبابة، بعدين الإبهام اللي هو الكبير ده يا حضرات. في الشمال مقابل ليه الإبهام، السبابة، الوسطى، البنصر، الخنصر. طيب نحفظهم مع بعض: خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام. خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام. لازم نحفظهم. ليه بقى؟ لأن لما هنيجي على الكيبورد، لو جينا بصينا على الصورة اللي قدام حضراتكم دي صورة للكيبورد يا حضرات، المنطقة اللي فيها أحرف الكتابة عبارة عن 3 صفوف. هذا الصف الأول، وده الصف الثاني، وده الصف الثالث. ده هو صف الارتكاز اللي ايديك الاتنين بينزلوا عليه أول ما تبدأ الكتابة. طيب بينزلوا عليه ازاي وبيتحركوا ازاي فيه؟ خلي بالك، علشان زي ما قلنا كل صباع له أزرار، هيتحرك يروح ينفذ المهام عليها ويرجع للأزرار اللي بيرتكز عليه. يعني هيتحرك في نفس الصف. الصباع هيتحرك مثلا الخنصر في اليمين هينزل على حرف الكاف، يتحرك للطاء ويرجع للكاف تاني. كذلك هيكون له بعض المهام فوق وبعض المهام تحت. الخنصر في اليمين هينزل على الكاف، يتحرك للطاء ويرجع للكاف زي ما كان. البنصر على الميم، الوسطى على النون، السبابة على التاء وبيتحرك للألف ويرجع للتاء تاني يرتكز عليه. يبقى كده خلصنا من أصابع اليد اليمنى في صف الارتكاز. بترتكز على ايه وبتتحرك فين وبترجع ترتكز عليه تاني. طبعا الإبهام في اليمين والشمال على المسطرة اللي هي دي يا حضرات، اللي بتاخد فاصل بتفصل الكلمات من بعضها. نيجي بعد كده للإيد الشمال، بتنزل ترتكز فين وبتتحرك فين وبترجع ترتكز تاني. السبابة بتنزل على الباء وبتتحرك لللام وبترجع للباء تاني. الوسطى على الياء، والبنصر على السين، والخنصر بتاع الشمال على الشين. طيب هتلاحظ هنا ان الايد الشمال ازرارها اقل من الايد اليمين. يعني الايد اليمين 1 2 3 4 5 6، اما الشمال 1 2 3 4 5. ليه بقى؟ لان الشمال حركتها اضعف، والخنصر اللي في الشمال حركته هنا هتكون ضعيفة في يدوب حرف واحد. انما هنا الخنصر بتاع اليمين بيقدر يتحرك لانه في طرف اليد على الحرفين دول، والسبابة في اليمين اقوى من الشمال، بيرتكز على التاء وبيتحرك على التاء والالف، فبتكون حركته اسهل، فبيكون لها الحظ الاكبر من الايد الشمال. كده عرفنا صف الارتكاز ازاي انزل عليه بايديا الاتنين، وصوابع بتتحرك فين وبترجع تاني لمكانها. بعد كده ان شاء الله هنعرف مهام الاصابع في الصف الاعلى اللي هو ده، والصف الاسفل اللي هو ده. برضو زي ما صباعك او صوابع ايديك هنا بتعمل مهام وبترجع مكانها، هتطلع فوق برضو تعمل مهام تانية وترجع مكانها، وتنزل تحت تعمل مهام تانية وترجع مكانها. هنعرف الكلام ده ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. ولو حضرتك وصلت معايا لغاية هنا يبقى حضرتك مهتم وهتكمل. اكتب لنا تعليق عن الفيديو، ايه اللي عجبك ايه اللي مش عجبك، عايزين الفيديوهات طويلة او عايزينها قصيرة او عايزينها زي ما هي كده. اكتبوا لي تعليق من فضلكم، ودعمونا باللايك والشير.
واجب النهاردة أو التمرين بتاع النهاردة هنحفظ أصابع اليد اليمنى واليسرى، هنحفظ المهام بتاعتها على صف الارتكاز وخلاص كده. بس لازم تعرف الحاجات دي كويس، لأن ديت الأساس اللي هنبني عليه كل اللي جاي. فإذا بدأت من دلوقتي صح، اللي جاي هيكون أسهل بكتير. فما تأثرش وما تستهترش بأي تمرين هكلف حضرتك بيه، لأن ده هيساعدك في اللي جاي إن شاء الله. ولغاية هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.